السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكون صحتكم لاباس. البنات اليوم راح ندير معكم روتين اليوم الرابع. كما راكم تشوفوا يا حبيباتي هنايا مع الصباح راح نخدم حلوة الفاكهة. هذه الطلبية الصغيرة اللي قلت لكم عليها في الفيديو السابق راح تديها اليوم ان شاء الله. يعني حبيت نخدم لها الفاكهة مع الصباح باش تديها هكذاك جديدة. هنا راني مخلطة رطل تاع لوز مع رطل تاع سكر كلاصي. درت معاها كما راكم تشوفوا كمية تاع لافاني حوالي نص مغرف كبيرة. راح ندير معاها ايضا حوالي نص مغرف كبيرة تاع جلوكوز. جلوكوز شوفوا تنحوه بالماء ولا بالشربات هكذا يجيكم سهل. درت معاهم قطعه صغيره تاع زبده. انا استعملت فلوريال، درت حوالي 15 غرام. راح نخلط كلش مع بعض ونلمهم بالشربات. الشربات هنا راني دايره ريت لاما مع 2 مغارف كبار تاع سكر عادي وخليتهم يغليو 10 دقائق. راني نلم بيهم هكذا غير بالعقل، ما تجريوش العجينه تاعكم، ديروها شويه طريه. طريقة تاع العجن راكم تشوفوا فيها، يعني ما تعجنوش عجينة اللوز حتى تخرجوا لها زيتها، لازم تعجنوها بهذه الطريقة. هكذا راح يتجانسوا كامل المكونات، مام العجينة تاعكم تولي لكم ملساء وتولي عجينة بزاف هايلة. هاي ليك. شفتوا في بداية الفيديو نوعية لافاني اللي نستعمل نوعية بركة. دائما نوصيكم تشروا منها، تشروا يعني علبة كبيرة هكذا تشد لكم مدة طويلة، ما ريحتها بزاف هايلة، دائما نقول لكم عليها. دوكا نروحوا نلونوا عجينه اللوز تاعنا. هنا دائما تسقسوني على الملونات اللي نستعملهم، من الاحسن تستعملوا ملونات تاع الجل. راح نقول لكم الانواع اللي خدمت بهم انايا ونقول لكم الانواع اللي مليحه واللي مش مليحه. كما الملون البرتقالي يا البنات راكم شفتوا هنايا علبه جديده، راح نستعمل نوعيه جديده لكن صراحه ما عجبتنيش نهائيا. اسمها كرافت ماجيك. يعني شريت ملون برتقالي بصح ما خرج ليش. من بعد عاود جبت العلبه القديمه تاعي كان فيها شويه فقط، شوفوا كيفاش خرجت لي. النوعيه القديمه واسمها فارندول. هذيك هي نوعيه تخرج الاورانج، تخرجوا بزاف شباب. دوكا النوعيه الاولى اللي استعملتها ماشي مليحه، بالك ماشي مليحه في عجينه السكر ومليحه في حاجات واحد اخرين، دوك ما على باليش. انا المهم راهي عندي العلبه كي نستعملها مره اخرى نوري لكم النتيجه تاعها. المهم في عجينة السكر، في عجينة اللوز عفوا ما عجبتنيش. الأورانج استعملت فارندول. بالنسبة للون الأخضر استعملت ويلتون، واللون يعني يخرج حالة ويلتون. واللون الأصفر استعملت لاباد دو شيف. وهذا ما كان، يعني هذوما الالوان اللي استعملتهم. هكذا نتوما ثاني تستفادوا وتعرفوا الانواع المليحه ومشي مليحه. بديت في تشكيل الفاكهه. هنا ما كانش عندي بزاف، قلت لكم 20 حبه فقط. جبت الحشو تاعي، الحشو كان في المجمد يعني واجد، جبته وبديت في التشكيل. اول حاجه راح نخدم الخوخه. حشيت عجينه اللوز وبديت ندور فيها مليح. من بعد بديت نشكل فيها كما راكم تشوفوا هكذا. درت هذاك الخط. انا من بعد نعاودو بالاصبع تاعي هكذا يجيني الشكل تاعو شباب. وكل واحد يعني كيفاش يشكل الفاكهه تاعو، كل واحد كيفاش يشوفها على بها، يعني كل واحد كيفاش يخرج الفاكهه، ما يخرجوش كامل كيف. المهم انا بديت بالخوخه، درت لها ميلونج، يعني درت لها انواع بزاف تاع فاكهه. النوع الثاني هنايا راح ندير فريزه. الفريزه شوفوا تخدموها كيما الخوخه، وشنو زيدوا طولوها شويه. هنا صراحه سمحوا لي البنات، يعني في التشكيل ما كانش على بالي باللي ماهوش يبان مليح الفيديو، يعني كان مغطي شويه. ما كنتش فايقه. المهم يعني راهو واضح شويه. المهم هنا راح نخدم الرمانه. شوفوا كيفاش نخرج لها شويه من الفوق. نستعملوا هذيك الاداه، نجيبوا المقص نقصوها. من بعد نبداو نسقموا هكذا، نطولوا في هذوك الاوراق اللي يجوا من الفوق هكذا بهذه الطريقه، وتبقاو تسعفوا فيها غير بالعقل وتشكلوها هكذا يا البنات، خطره على خطره ضيقوها من الفوق هكذايا. يعني هذو الفواكه كامل سهلين. بالتعود تبداو تخدموهم عادي، يعني الاولى تجيكم صعيبه، من بعد تبقاو تشكلوا وتتعلموا حتى تبداو يعني تخدموهم بكل سهوله.
في هذا الفيديو يعني وريت لكم الانواع تاع الملونات اللي نستعملهم، على خاطر دائما نلقى اسئله على الانواع اللي نستعملهم. كما قلت لكم من الاحسن تستعملوا ملونات جل تخرج لكم ما فيهاش ذوق كيما ملونات غبره اللي تمد لكم ملوحه للعجينه تاعكم. هنا خدمت الاجاصه وراح نزيد نخدم القارصة. هي سهلة ثاني، ندوروها مليح، من بعد نجيبو هذيك الكوبات المحببة وندوروها فيها، والتشكيل السهل كامل راح تشوفوه معايا. شوفوا نقرصوها بجهة ونزيدو الجهة الأخرى. هذا مكان، هذه حاجة سهلة كامل في الفاكهه. هنا راح نخدموا المندرين. شوفوا اللون الاورانج، قلت لكم خرج لي بزاف هايل. هذا الفراندول هذا خرج لي اللون تاع البرتقال سوا، يعني كي يشوفوها من بعيد يحسبوها حبه تاع مندرين تاع الصح. هنا من الاحسن منين ذاك تحطوا في يديكم شويه مارغرين سورتو في هذا المندرين، باش تجي الحبه تبريي، يعني تبان فاكهه تاع الصح، سورتو في المندرين وفي القارصه. هنا شوفوا واش راح نخدم، حبه تاع التفاح. انا ما نحبش نديرها فيغ فونسي، درتها يعني كلير باش تبان تاع الصح، ما تبانش يعني مارقه. شوفوا طلعت الحبه تاعي هنا، راح لي المقطع هذاك. المهم طلعت الحبه شويه، من بعد هذاك الثقب انا نحط كيس من الفوق وندير هذاك الثقب باش يبانوا لي واحد الخطوط. المهم دوك يبانوا هنا نورمالمون في هذا المقطع هكذا. نجيبوا كيس وخلاص ونديروا هكذا باش تبان هذيك الثقب في الوسط، ويزيدوا قدامها واحد الخطوط تبان تفاحه تاع الصح ماشي. شوفوا معايا هكذا نزيدو نسقموها. وهذه هي الفاكهه تاعي. درت ايضا الحبه تاع الكرموس، وهنايا راح ندير هذيك الخوخه اللي راهم يديروها كامل. تحتاجوا لازم ترشوا نقيه وديروها بهذه الطريقه. شوفوا هنا تحاولوا تسقموها شويه، وكي تلونوها تعاود تبان اكثر. المهم البنات هنا راح نلون الفاكهه تاعي. الاداه اللي نستعملها وريتها لكم شحال من خطره. استعملت ملون احمر غبره تاع الميزان، درت له الشربات اللي لميت بها عجينه اللوز، خلطهم في مشيربه حتى شفت اللون اللي عجبني. تحبوا فونسي تحبوا شويه كلاغ، ودرتها في هذيك العلبه وبديت نلون بها الفاكهه تاعي. يعني حاجه اسهل منها ما كاش. هاي ليك الطريقه. خليتهم نشفوا ودرت عليهم الاوراق ودرتهم في الكيسات. شوفوا الفاكهه كيفاش خرجت بزاف هايله. بالنسبه للاوراق البنات كاين شفت يعني اسئله في الفيديو اللي فات كيفاش خرجت اللون تاع الورقه هذه. هنا البنات استعملت عجينه الكامباست، لونتها باللون اخضر ويلتون، وزدت لها شويه عجينه سكر ملونه من قبل باللون الاحمر، ولا ممكن ديروا لون احمر غبره. بصح اللون الاحمر ديروا غير شويه فقط وبداو تعجنوا حتى يتبدل اللون الاخضر، يولي لكم بهذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه. يعني اللون الاحمر ديروا غير شويه، يعني كميه قليله فقط، وبداو تعجنوا وتشوفوا. هذه هي البنات. هذه الطلبيه الاولى، هذه هي اللي خرجت اليوم. كملتها في الوقت وجات ما شاء الله. من بعد البنات نروح نخدم في الطليه. الطليه يا البنات انا تعجبني الطليه تاع الحليب. سيت بزاف انواع، بصح هذه الطليه اللي تعجبني واللي تبقى يعني طريه مده طويله. هذه صح مجربتها تبقى مده طويله. درت فيها كاس حليب، كاس زيت، كاس مزهر، ونص كاس تاع عصير الليمون، خلطهم مع بعض. من بعد بديت نضيف في السكر الناعم. انا صراحه ما نحبش نضيف ملون ابيض في الطليه، تحبوا تضيفوا نتوما ضيفوا، انا ما نديرها هكذايا. ومن بعد يعني كي تنشف لي الطليه ندير فيها ملمع فضي هكذا تخرج لي هايله. ما نحبش ندير الملون الابيض في الطليه. شوفوا معايا بعد ما درت السكر انا طريقتي. شوفوا كيفاش ندير الطليه، يعني نخلطها مليح حتى تتجانس لي، وتولي لي القوام تاعها يولي بزاف هايل. من بعد نسيي حبه فقط ونحطها
نحطها يعني في الصينيه ونخليها واحد 10 دقائق ولا، ونعاود نولي ليها. الا ستها هبطت معناتها خاصها الطليه تاعي خاصها سكر، نزيد لها كميه تاع سكر. وإلا ستها ما هبطتش معناتها الطليه تاعي راهي مليحه، نكمل نطلي الحبات كامل اللي بقاو لي. هكذا هي الطريقه تاعي كيفاش نطلي. هاي لك هنايا راني جربت حبه الاولى وخليتها. في هذاك الوقت راح نوريكم واش درت فطور. بالنسبه للفطور يا البنات، انا كنت صباح درت الحريره، وهنا درت ايضا القرنون يغلي يحبوه ولادي، راح نديروا لهم شلاضه، ودرت الحريره كما قلت لكم. هاي لك هذا بالنسبه للفطور. ودائما نقول لكم انا نحب نوقف خطره في الكوزينه، يعني كي ندير فطور ندير حسابي على جهه للحشا، يعني يبقى لي الحشا هكذا ما نبقاش راحه وجايه لهذيك الكوزينه ونضيع وقتي في الطياب. من بعد رحت كملت طليت كامل العرايش، وكنت نخدم غير بشويه ما على باليش باللي راني روطار في لي كوموند، على خاطر يا البنات واحد الصدمه. شوفوا كانوا تالفين لي الايام. هنا كنا بالخميس وانا عم بالي رانا بلا ربعه. سبحان الله العظيم جامي صرات لي. صراحه انا موالفه ورقه وستيلو، يعني ننظم كلش الوقت تاعي واش ندير في النهار وكامل كل حاجه ورقه وستيلو. هذه الايام كان شويه لا شارج، ما كنتش نخدم هكذاك، كنت يعني نخدم غير في راسي. سبحان الله. كما قلت لكم لا شارج تاع الخدمه وكامل تلفولي الايام. انا كنت يعني هذا النهار كان الخميس، وغدوه من ذاك الجمعه كانوا نورمالمون زوج طلبيات يخرجوا، وعندي طلبيه كبيره ايضا بالسبت. بصح ما كنتش مفينيا طلبيه تاع غدوه، يعني كان عن بالي لا ربعه كنت نخدم غير بشويه حتى مع الحشيه، باش عرفت باللي راني روطار وبقى لي يعني غدوه ان شاء الله كاين لي كوموند يخرجوا. على بها واش درت يا البنات، كملت الطليه تاع الكعكات درتها في اللون الازرق. عندي ايضا طلبيه تاع صابليات، عندي 50 صابلي بالكريمه و50 معمول. هنا طيبت الصابلي تاعي، يعني هنا راني في الليل. كما قلت لكم كنت نخدم غير بشويه من قبل، على خاطر عن بالي مازال لي الوقت. من بعد بديت نجري هنايا وسهرت حتى يعني نقصت الخدمه. المهم قلت لكم درت الصابلي تاعي هذاك خليته يبرد، على خاطر راح نديرو بالكريمه. من بعد رحت نحيت البقلاوه من الطريق. هذه لا كوموند تاع نهار السبت، بصح حبيت نقصها. شوفوا شحال جات عاليه ما شاء الله، جات بزاف هايله. درتها يعني قطعتها درتها في الكيسات. من بعد زينتها درتها يعني بقلاوه رويال. سخنت العسيله مع الجلوكوز، انا ندير نصف الكميه جلوكوز، يعني العسيله نصها جلوكوز، خلطتهم بعد درت فيهم المكسرات وبديت نرفد ونحطهم فوق البقلاوه. ديجا هذا الديكور يعني راح يدي من عندكم بزاف وقت. المهم كملت البقلاوه تاعي. هنا عندي 70 حبه لا كومون تاع نهار السبت، هذه ماشي تاع الجمعه، بصح حبيت نحيها هكذا من الطريق. من بعد رحت خدمت المعمول الوصفه راني دايرتها معاكم من قبل يا البنات، وصفه بزاف هايله، يجيه هشيشه. مام 250 غرام تاع زبده تقطع لكم اكثر من 50، وانا في هذا لا كوموند عندي 50 حبه. كملت المعمول. من بعد رحت كملت الصابلي، ما وريت لكمش البنات على خاطر كنت بزاف مزروبه. خدمت الكريمه، حشيت الصابلي تاعي، درته في المجمد، رحت ذوبت شوكولا وطليت الصابلي تاعي بالشوكولا، ودرت التزيين. بالنسبه للديكور اللي راح تشوفوه غدوه ان شاء الله، يعني عطيت لبنتي خدمته لي بالعجينه الكامباست. هاي لك البنات المعمول. هذا واش درت يا البنات. يعني في هذا اليوم كملت طلبيه تاع حلويات الجافه، زوج انواع 50 حبه. وكملت ايضا الكعكات. غدوه ان شاء الله مع الصباح نكمل حلوه الثومه، عندي 50 حبه في الطلبيه، ونكمل التزيين تاع الكعكات. يعني يدوهم كامل في نفس اليوم. يبقاو لي طلبيه تاع نهار السبت. ان شاء الله راح تشوفوا معايا واش درت في الفيديوهات القادمه. هذا هو الروتين تاعي تاع نهار اليوم. راكم شفتوا الصدمه اللي كانت في اخر النهار. المهم الحمد لله سلكت الحاله. مازالت لي غدوه صباح نوض بكري ونكمل لا كوموند تاعي باذن الله. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.